الجماهير في محافظة قنا شهدت اليوم مباراة بين الإكوادور وقطر في بداية كأس العالم 2022 التي تقام بدولة قطر، وانتهت بفوز الإكوادور 2-0 على قطر. الحاج منصور أحد الناس المساهمين في الثقافة والأدب داخل مدينة قنا، برضه لي في الرياضة، لكن تكلمني بما انك انت اصلا ما شفتش المباراه لانك انت بتقوم على اكل عيشك. تمام، قول لي اصلا رايك كان ايه من قبل ما تلعب المباراه؟ النتيجه المتوقعه، النتيجه الطبيعيه هي فوز الكره اللاتينيه، لان العرب مجنسين صعب يعني يجاروهم. طيب النتيجه طبيعيه. وهل من المتوقع ان دوله من الدول العربيه تصعد الى دور ال 16 او دور الثمانيه؟ دور ال 16 احتمال المغرب فقط، باقي السعوديه والعرب وقطر. السعوديه وقطر وتونس. تمام. طيب وبالنسبه للسنغال والكاميرون؟ احتمال برضه يعني الكاميرون اقوى من السنغال. لا بس السنغال تمام. الكاميرون وقع مجموعه قويه عن يعني اذا انت بترى ان نتمنى اي فريق عربي مسلم او اي فريق افريقي يمثل الكره الافريقيه. تمام. لا جدال في ذلك. العرب اي فريق عربي افريقي. بنشكرك حاج منصور. ومعنا هذا اللقاء مع الحاج منصور المحلل الشعبي الرياضي لمحافظة قنا، واللي كلمنا قبل ذلك عن صعود المغرب لدور ال 16، واحنا بنتكلم النهارده مع وصول المغرب الى نصف النهائي. كلمنا عن وصول المغرب الى نصف النهائي، وهل تستطيع ان تصل الى النهائي؟ وتعتقد مين الفرق اللي هتصل الى النهائي؟ والله هو انجاز يحسب المغرب، ونتمنى ككل العرب ان المغرب تفوز على فرنسا، رغم ان اجده صعب ولكن الامل موجود، واتمنى فوزك بالطبع. في بعض الناس بيقولوا ان بالتاكيد ان زي ما استطاعت انها تطلع اسبانيا وتطلع البرتغال، تستطيع ان هي ايضا تخرج فرنسا من هذا السباق. نتمنى هذا والله. تعتقد المباراة النهائية هتكون مع مين ومين؟ اعتقد الارجنتين كطرف اول، وفرنسا طرف ثاني. اعتقد المغرب ما هتلعب على الثالث والرابع يعني. جهدها مبذول لكن دفاعي. تمام. احنا ان شاء الله نتمنى زي ما انت بتتمنى ان المغرب تصل الى المباراة النهائية. نتمنى هذا. شكرا ليك. شكرا.